تخيل كده انك تلاقي شريكة حياتك بتحبها وترسموا سوا بيت مستقبلك، وفجأة كل ده يتهد وتصحى على كابوس انك خسرتها، مش عشان خانتك ولا حتى عشان خناقة كبيرة، لا، عشان حتة معدن. النهارده مش جاي احكي لكم قصة خيالية، انا جاي احكي لكم قصة احمد ومريم، قصة بتحصل في كل بيت مصري دلوقتي، قصة الذهب اللي بقى اغلى من البني ادمين. يا جدعان عايز اتجوز يا جدعان. حرب اسرائيل وفلسطين، حرب ايران، الذهب غلي مع امريكا العربيه. اهلا بيكم يا جماعه. النهارده مش هنتكلم في اقتصاد ولا سياسه، هنتكلم في وجع قلب بيعيشوا شباب كتير. الذهب اللي طول عمره كان رمز للفرحه والزينه حول لغول ياكل احلام الشباب في الجواز. زمان اهالينا كانوا بيقولوا الشبكه دي هديه العريس، دلوقتي الشبكه بقت شرط تعجيز. احمد موظف بسيط زي اغلبنا، ومريم طالبه جامعيه، اتنين حبوا بعض وكان نفسهم في الحلال. عارفين متوسط سعر الشبكة المقبولة اجتماعيا في مصر دلوقتي بقى يعادل راتب موظف متوسط لمدة سنة من غير ما يصرف ولا مليم. يعني علشان تلبس دبلة ومحبس محتاج توقف أكل وشرب لمدة سنة. هل ده منطقي؟ تعالوا نعيش اللحظة مع أحمد، الشاب اللي بيشتغل ليل ونهار يحوش القرش على القرش. جه وقت الجد وقعد مع أهل مريم. الطلبات كانت عادية بالنسبة للأهالي، عايزين شبكة تليق بينا قدام الناس. بس بالنسبة لأحمد الأرقام اللي اتقالت كانت حكم بالإعدام على حلم. مريم كانت بتبكي، أنا مش عايزة ده، أنا عايزة أحمد. لكن ضغط الأهل والمجتمع وكلمة بنت خالتك جالها شبكة كذا وكذا كانت أقوى. أحمد لقى نفسه قدام طريق مسدود، لا إما يستلف ويبدأ حياته مديون ومكسور، يا إما ينسحب بكرامته، والنتيجة رسالة واتس صغيرة: كل شيء اسمه ونصيب. خطوبة اتفسخت وقلوب اتكسرت. دلوقتي انا عايزك تحط نفسك مكان احمد. لو اتطلب منك شبكة فوق طاقتك، هل هتجازف وتستلف علشان تكمل الجوازة ولا هتاخد بعضك وتمشي؟ المشكلة يا جماعة مش في احمد ولا حتى في اهل مريم، بنسبة 100%. المشكلة اننا بنحاول نطبق عادات وتقاليد سنة 1990 بأسعار 2026. الدهب كان زمان ضمان وملاذ آمن للست، بس النهاردة ولما تكسر ظهر العريس عشان يجيب 60 أو 50 جرام دهب، انت مش بتأمن بيتك، انت بترميهم في بحر ديون ومشاكل من أول يوم. هو ده الأمان؟ إحصائيات كتير بتقول إن نسبة العنوسة وتأخر سن الجواز في مصر زادت بشكل مرعب آخر سنتين بس. السبب الرئيسي هو تكاليف الجواز، وعلى راسها الذهب. يعني احنا اللي بايدينا بنقفل البيوت قبل ما بتفتح. طب وبعدين هنقعد نندب حظنا؟ لازم نلاقي حلول. قصتنا النهارده لازم تكون جرس انذار. ليه ما يكونش في مرونة؟ الشقة فضة وبقت شيك جدا ومش عيب، إلا ومحبس بس، والباقي يتكتب في القايمة يحفظ الحقوق. الذهب الصيني كاكسسوار للشكل قدام الناس، والقيمة الحقيقية هي اللي بتكون في تأسيس البيت. لازم نتعلم نتكلم في الماديات بكل صراحة من أول قعدة. مفيش حاجة اسمها احنا بنشتري راجل وبعد كده بنطلب شبكة ب100,000 جنيه. بصراحة كده لو انت أب أو حتى أم، هل تقبل اللي بنتك تتخطب بدبلة بس ومفيش شبكة دهب؟ استني إجابتكم الشجاعة تحت، وخلينا نشوف وعي الناس وصل لفين. في النهاية عايز أوصل كلمة لكل أب وأم، شاب وبنت: الدهب سعره بيطلع وبينزل، والمعدن بيتباع عند أول زنقة، لكن المعدن الأصلي هو البني آدم اللي بيسود ويتقي الله في بنتكم. أحمد لما مشى مريم ما خسرتش ده، هي خسرت السند والأمان. كان ممكن يعيشها ملك حتى لو ما فيش في إيديها غيشة. يا جماعة اشتروا الرجل، ما تشتروش جرامات. البيوت بتتبني بالمودة والرحمة مش بعيار 21. يا ريت قصة أحمد ومريم تكون درس لينا إننا نيسر الحلال عشان الحرام ما يكونش هو البديل الأسهل. والسلام عليكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنونا فيديو الجاي على قناة أخلاق شباب. والسلام عليكم.